السلام عليكم. معاكم خالد يوسف. النهارده هنتكلم على أهم 3 نصايح. أهم 3 نصايح عشان تقدر تجيب تفاعل للبيج بتاعتك أو للصفحة بتاعتك. أول حاجة، أول نصيحة، لازم تهتم بالديزاين. عندك صورة البروفايل وعندك صورة الكفر. صورة البروفايل يفضل إن أنت تحط لوجو يعبر عنك أو عن هوية الكيان اللي أنت بتمثله أو الكيان اللي بيمثل الصفحة. صورة الكفر بتعبر عن الإحساس اللي عايز توصله لليوزر. عايز توصل إن أنتوا مكان، إن أنتوا مثلا مكان كويس في التعامل من خلال الثقة. فالإحساس ده توصله إزاي؟ من خلال اليوزر أو من خلال الديزاين ده إزاي؟ من خلال سيكولوجية الألوان. عندك سيكولوجية الألوان، إن بيقولك إن الألوان ليها مدلولات في العقل اللاواعي. يعني لو إحنا بنتكلم على الثقة وإن أنا أكون مكان زي يعني ذو ثقة، فانت بتستخدم كده اللون الازرق. تمام. هو بيدل على الثقه. ادخلوا سريشوا على سيكولوجيه الالوان واقروا فيها، هتلاقوا فيها كلام كبير شويه. ده اول حاجه. تاني حاجه معايا ان انت تاني حاجه معايا المحتوى بتاعك. المحتوى بتاعك لازم طبعا يكون جذاب. لو ما كانش فيه محتوى عندك على البيج، مش هيكون ليك عندك شير، مش هيكون فيه تفاعل اصلا. ومش هتحقق المعادله الخاصه بالايدج رينج. وكمان لازم تنوع من المحتوى بتاعك. انا بدخل صفحات بلاقي ان المحتوى بتاعها هي عباره عن بوستس بس بتنزل. ويعني يوم ما بلاقي يعني حاجه حلوه قوي بلاقي فيه صوره بس. لا، نوع من المحتوى بتاعك. خلي عندك محتوى مقالي. خلي عندك محتوى السوفت اللي هو الصغير اللي هو بيبقى عباره عن سطرين. خلي عندك مره فيديوز. خلي عندك مره جي اي اف. خلي عندك مثلا مره تنزل فيديوز لايف. وفيديوز اللايف هو بيجيب اعلى تفاعل في المحتوى. فانت نوع صفحتك وعشان تقدر توصل لتفاعل عالي. ما تعتمدش على نوعين بس من المحتوى وتيجي تقول انا عايز تفاعل عليه. لا، نوع من المحتوى، والمحتوى بتاعك وانت بتنوعه لازم يكون جيد. في مواقع كتير بتساعدك للمحتوى، في مواقع كتير بتساعدك كمان في الجي اي اف. في الحاجة الثالثة معايا. الحاجه الثالثه معايا ان انت لازم تكون البيج بتاعتك ما تخرجش عن الهدف بتاعك. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي مثلا صفحه سوشيال ميديا. تمام. ما اجيش اروح منزل لك بوستات عن التنميه البشريه، ما اجيش اروح منزل لك بوستات عن الكمبيوتر، ما اجيش انزل لك بوستات عن البرمجه. لا، انا السوشيال ميديا يبقى انا كل المعلومات اللي او المحتوى بتاعي اللي بنزله على البيج بتاعتي تكون خاصه بالمجال بتاعي اللي هو السوشيال ميديا ماركتنج او الديجيتال ماركتنج عموما. دولت 3 نصايح حبيت اشارككم فيهم علشان الناس اللي كانت بعتت لي وقالت لي انا عايز عندي البيج بتاعتي وعايز اجيب لها عدد لايكات او عايز اكبرها، اعمل ايه؟ الثلاث نصائح دولت لو ركزت عليهم جامد جدا واشتغلت عليهم هيقدروا يجيبوا لك تفاعل. كنت معاكم النهارده، وان شاء الله هيكون في فيديوز جديده هنتكلم عن حاجه جديده. شكرا لكم.